السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السينابون بالطريقة الأصلية وبأقل التكاليف والمكونات. يلا بينا نخش على الطريقة على طول من غير كلام كتير. أول حاجة هنجيب كوباية لبن تكون دافية مش باردة، وعليها معلقة كبيرة من الزبدة السايحة أو تكون بحرارة الغرفة، وعليهم 4 معالق من السكر بودر أو سكر عادي، وكيس خميرة وبيضاية ورشة ملح. دي المكونات دي هنحطهم كلهم على بعض وهنديهم تقليبة كده، وطبعا ادام حطينا بيض فهنحط رشة فانيليا. هنقلبهم كلهم كده بالمضرب كويس جدا، وهنسيبهم على جنب يرتاحوا شوية او الخميرة تكون اشتغلت شوية معاهم. وبعد كده معانا نص كيلو من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. بعد ما قلبنا الخليط السائل كله الأول مع بعض كويس، هننزل بالدقيق بس تدريجيا. أنا مش هاحط نص كيلو مرة واحدة، هاشوف بس الأول السوائل يعني هيحتاج الدقيق كله والّا لأ، عشان طبعًا الدقيق بيختلف. فأنا حطيت كمية من الدقيق ولقيته لسه برضه العجينة ملزقة ومحتاجة دقيق تاني، فأنا تقريبًا حطيت النص كيلو إلا معلقة كده أو معلقتين. طبعًا كل واحد يعني أمّا تيجوا تعملوا تجربوا الأول في الدقيق زي ما أنا عملت كده بالضبط، عشان العجينة ما تبوظش معانا. هاحطها في طبق وهاسيبها تريح كده شوية في مكان دافي، أو ممكن أشغل الفرن على الهادي خالص وأدخلها فيه، عشان إحنا الجو برد دلوقتي فالعجين بياخد وقت عشان يختمر. فأنا شغلت الفرن ودخلتها فيه، قعدت حوالي نص ساعة وطلعتها كانت خمرت وبقت حلوة جدا. رشيت على الرخامة كده شوية من الدقيق، وهنفرد العجينة معانا زي ما انتوا شايفين كده. نحاول على قد ما نقدر نخليها على شكل مستطيل، علشان لما نيجي بعد كده نلفها رول تبقى شكلها مظبوط، ويبقى القطع كلها بحجم واحد ومظبوطة. هافردها زي ما انتوا شايفين كده بالفرادة. وبعد كده هاجيب زبدة تكون برضو بدرجة حرارة الغرفة عشان تتفرد معانا سهل على سطح العجينة. وهنحضر الخليط اللي احنا هنحشي بيه العجينة، عبارة عن معلقتين من القرفة وعليهم كوباية من السكر، وهخلطهم كلهم كويس جدا مع بعض. وهحط على العجينة بقى اللي زي ما قلت لكم الزبدة، هنفردها كويس جدا على السطح. مش لازم تحطوا الزبدة كتير، عادي، بس ما تحطهاش زبدة سايحة، يعني المفروض بدرجة حرارة الغرفة عشان خاطر تخلي العجينة من جوه مرقة، وطعم الزبدة مع العجينة يديها طعم حلو قوي. نحط البودر بتاع السكر والقرفة كله على العجينة. حطوا الكمية كلها اللي انا قلتها لكم، ما تقللوش، لان هي اصلا عبارة عن قرفة اساسا، هي سينابون ده قرفة اساسا يعني. فحطوا الكمية كلها زي ما قلت لكم، معلقتين قرفة وكوباية من السكر. ما يكونش سكر ناعم، يكون سكر خشن عادي، مش لازم سكر بني، سكر عادي خالص. وهلف العجينة رول زي ما انتوا شايفين كده، وهحاول اظبط شكلها وادوس عليها كده وافردها بايدي كويس. وبعد كده هقطعها بقى بسكينة، يا اما لو عايزين تقطعوها بخيط كده تدخلوه من تحت العجينة وتقطعوها الطريقة اللي تعجبكم اعملوا بيها. انا عملتها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. والصينية طبعا ندهنها زبدة من تحت كويس جدا ونحطها. انا حطيتهم في اول صينية دي بس لقيتها كبيرة عليهم، وانا عايزة الصينية تكون على قدهم علشان خاطر لما يخمروا يتنفخوا قوي كده فيملوا الصينية. فمش عايزين صينية تكون كبيرة عليهم، الصينية تكون على قد العجين. تمام زي ما انتوا شايفين كده برصهم فيها. طبعا الصينية زي ما قلت لكم مدهونة من الزبدة، وهندهن كمان الوش بتاع السينابون بالزبدة عشان خاطر يطلع لونه ذهبي وحلو. طبعا احنا ما بنسيبش السينابون كتير في الفرن عشان خاطر ما ينشفش معانا. هو بيقعد حوالي، اول ما تلاقوا الوش احمر على حسب الفرن يعني، بس هو ما بيقعدش كتير. اول ما تلاقوا الوش بقى لونه ذهبي كده وحلو بنطلعها على طول. هتطلع معاكم العجينة هشة جدا وجميلة قوي وطعمها تحفة. بجد الطريقة دي حلوة جدا واحلى طريقة عملت بيها السينابون، ونفس المقادير دي جربوها واعملوها. هحطلكوا المقادير كلها في صندوق الوصف عشان لو عايزين ترجعوا للمقادير تاني. ويا ريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا بقى نحضر احلى واسهل صوص للسينابون. عبارة عن 5 مكعبات من الجبنة المثلثات، وعليهم اسفة اسفة معلش. احنا قلنا 5 مثلثات من الجبنة، عليهم 4 مكعبات من الزبدة تكون يعني الحاجات دي تكون يعني ايه مش سايحة، الزبدة ما تكونش سايحة، والزبدة تكون لسه قصدي الجبنة تكون لسه خارجة من التلاجة. وعليهم كوباية من سكر البودرة، وعليهم معلقة صغيرة جدا من الفانيليا او رشة. هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط او في الهاند بلندر سوري، ومعاهم 3 معالق من اللبن يكونوا ساقعين عشان خاطر يسهلوا الضرب في الخلاط او الهاند بلندر. وبعد ما نخرج السينابون من الفرن ونسيبه يهدى كده شوية، او عند التقديم ندهن بقى الوش
بالصوص الخطير ده. ممكن بقى نزوّد عليه صوص شوكولاتة، صوص فراولة، صوص كراميل، أي صوص أنتم حابينه تحطوه عليه، بس ده الصوص الأساسي اللي هو الصوص الأبيض ده. وأنا جِبته لكم يعني عملته لكم بأبسط حاجة خالص، يعني جبنة مثلثات وزبدة وسكر و3 معالق من اللبن، بجد وطالع طعمه حلو جدًا زي ما أنتم شايفين كده. حطيت على الوش كمان صوص شوكولاتة. العجينة طالعة هشة جدًا وطعمها حكاية وروعة ومرقة زي ما أنتم شايفين كده، جميلة جدًا، جدًا والله بجد. السينابون طالع هش كده وجميل وطعمه حكاية. اعملوا بنفس المقادير وبنفس المكونات وهيعجبكم جدًا إن شاء الله، وبألف هنا وشفا.